الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مباشرة من القلب النابض لمدينة مراكش. ولما أقول القلب النابض طبعا أقول ساحة جامع الفنا، جامع الفنا التي تنبض بالحيوية والنشاط كل يوم، يعني كما تشاهدون، يعني الحليقية، أصحاب الحنوشة، أصحاب الدادوس، أصحاب كذا إلى آخره، يعني مجتمع آخر، مجتمع بكل تلاوينه، بكل أشكاله، بكل تمظهراته الثقافية والفنية والرياضية والمجتمعية، يجتمعون في هذه الساحة يعني من أجل تقديم، كل واحد يقدم البضاعة ديالو. يعني قد نختلف، قد نتفق مع البضاعة المقدمة، لكن على كل حال يعني تبقى هذه الساحة ساحة جامع الفنا. يعني ما يمكنش واحد يجي لمراكش وما يجيش لساحة جامع الفنا من أجل مشاهدة ما يتم تقديمه من منتوجات هنا، يعني أكل، شرب، حلقيات، يعني ضحك، ألعاب، كرة، يعني أي شيء، مسرح، أي شيء يتم تقديمه في هذه الساحة العالمية بين قوسين والشهيرة طبعا، والتي تمثل القلب النابض لمدينة مراكش العاصمة الحمراء، التي حقيقة يعني تعتمد على الجانب السياحي كمعطى، لكن مراكش يعني على العموم تبقى محتاجة إلى كثير من الجهد، كثير من العمل، كثير من الشغل، كثير من البرامج، كثير من الأشياء، حتى لا يبقى الجانب السياحي هو يعني المسيطر وهو المهيمن. المراكشيين خصهم يعني الوزينات، خصهم المعامل، خصهم فين يخدموا، خصهم فين يتحركوا، خصهم فين يقضيو الاوقات ديالهم، لكن للاسف الشديد تبقى ساحه جامع الفنا هو المتنفس الوحيد لهذه. هي متنفسات يعني كثيره جدا، لكن غير مهيئه، غير مهيكله. رساله للمسؤولين وللمنتخبين وللمهتمين بالشأن العام، يعني والمدبرين للشأن العام في هذه المدينه وفي كل مدن المغرب، أن يهتموا بالتنمية، أن يهتموا بالشباب، أن يهتموا بالثقافة، أن يهتموا بالتربية، أن يهتموا بالتعليم، إخراجا لهذه المدينة وغيرها من المدن المغربية نحو التقدم والتنمية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.